مش عارف انام. يا ترى الريال هيكسب التشامبيونز السنه دي؟ انا كان لازم ارد على الواد اللي احرجني السنه اللي فاتت. القناه هتجيب مشاهدات امتى بقى؟ عايز فكره الفيديو الجاي. يا رب ارحمني يا رب. هي الساعه بقت كام دلوقتي؟ ميعاد الشغل قرب وانا لسه ما نمتش. وهينفع ما اروحش النهارده؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ لا اسكت بس. اسكت. مش عارف انام. قلة النوم مشكلة بتواجه كتير مننا. في حد مشكلته ان يومه ما فيهوش وقت وبيضطر ينام قليل، وحد عنده ضغوطات نفسية ممكن تخليه صاحي طول الليل، وحد جايله أرق بدون سبب ومهما حاول مش عارف يدخل في النوم. بس ايه اللي هيحصل لو ما نمتش خالص؟ لا بجد خالص. سنة 68 روبرت ماكدونالد عمل حاجة مجنونة وخطيرة، وهي انه فضل صاحي لمدة 18 يوم و20 ساعة متواصلة عشان ياخد رقم قياسي. من بعدها جينيس اعلنت انه مش هيتم احتساب اي ارقام قياسيه لاطول مده بدون نوم تاني. الموضوع كان خطير وهو عاش بعدها لانه كان حاله خاصه. بس انت كانسان عادي لو حاولت تفضل صاحي فتره طويله ايه اللي هيحصل؟ الانسان العادي بيحتاج متوسط 8 ساعات نوم في اليوم، بل ان في ابحاث بتقولك انك لو بتنام 6 ساعات بس في اليوم بشكل متكرر ده هيخلي مستوى التستوستيرون عندك مساوي لشخص اكبر منك ب10 سنين بس بينام 8 ساعات في اليوم بشكل متواصل. ايه انت بتنام 5 ساعات بس؟ يا خيبتك يا ابو حميد. وفي المقابل الانسان بعد 16 ساعه صحيان قدرات دماغه بتبدا تتاثر، وبعد 20 ساعه من قله النوم دماغك هتبدا تخرف وهتكون اشبه بالسكران لدرجه انك مش هتعرف تسوق كويس. وقله النوم هتسبب لك مشكله في مركز الذاكره في المخ، وهتلاقي نفسك مش قادر تفتكر ايه اللي حصل من شويه، او انت لسه مكلم مين من ساعه مثلا وقلت له ايه، وهتبدا تشوف هلاوس وحاجات غريبه ما حصلتش. كمان هتبدا تحس بلخبطه في المشاعر وهتحس انك مكتئب وحزين بدون سبب، وتقعد بقى تفتكر الواد اللي ضربك في تانية ابتدائي وانت ما عرفتش ترد عليه. واستمرار قله النوم مع الوقت هتزود بروتين في الدماغ اسمه بيتا اميلويد، واللي ربطوا بينه وبين مرض الزهايمر. بس خلال النوم الجسم بيبدا يتخلص من البروتين ده، يعني قله النوم ممكن تكون سبب من اسباب الاصابه بالزهايمر، فخد بالك كويس. وطبعا قله النوم بتقلل المناعه وبتخليك عرضه للعدوى بسهوله، بل انهم ربطوا ما بين قله النوم ما بين ضعف بنسبة 70% في الخلايا القاتلة للسرطان، وده بيزود نسبة الإصابة بسرطانات منهم بسرطان البروستاتا وسرطان الثدي، لدرجة إنه في 2007 منظمة الصحة العالمية أعلنت إن الشيفت المسائي من العوامل المسرطنة. وقلة النوم برضه هتأثر على القلب، عشان وإنت نايم ضربات القلب بتقل وضغط الدم بيوطى، ودي حاجة كويسة مش وحشة لأنه بيخفف الضغط على القلب كأنك بترستره كده. ألو، أنا حاسس إن قلبي وجعني ومش قادر أتنفس. جربت ترستر القلب يا فندم؟ والابحاث بتقول ان لو شخص بينام 6 ساعات بس او اقل في اليوم بشكل مستمر هيكون عرضة انه يحصل له ازمة قلبية بنسبة 200% اكتر من الشخص اللي بينام 8 ساعات في اليوم. وانهم لاحظوا ان في اليوم بتاع تغيير التوقيت الصيفي اللي بنخسر فيه ساعة من اليوم ده، في اليوم اللي بعده بيكون فيه زيادة بنسبة 24% في حالات الأزمات القلبية عن اليوم اللي قبله. يعني النوم المظبوط يعتبر من أهم الأدوية للمحافظة على صحة القلب وضغط الدم. كده أنت عرفت قد إيه النوم مهم وإيه اللي بيحصل لو ما خدتش كفايتك منه. فالمرة الجاية اللي تتزنق وتضطر تسهر عشان تخلص شغل أو مذاكرة افتكر الكلام ده وفكر هل الموضوع فعلا يستاهل إنك تأذي صحتك عشانه ولا لأ. واكتب لي في الكومنتات لو تحب نعمل فيديو تاني عن إزاي الواحد يحسن من نومه وينام بدري أكتر. كان معاكم مستا وسلام.